بصوا بقى النهارده احنا هنخض الجربه، وهنشوفوا معانا باذن الله زبده حلوه جميله جدا، زبده الفلاح على اصلها. وهقول لك معلومه حلوه في قلب الفيديو على الزبده الاصليه من الزبده المغشوشه. لو انت حابه تشتري زبده وتخزنيها وتسيحها كده، وعايزه تعرفيها الزبده مضمونه ازاي وحلوه ازاي، فانا هقول لك على معلومه انت تعرفي بها الزبده ان شاء الله في قلب الفيديو. بس اول حاجه خلينا نسمي الله ونصلي على الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم كلكم جميعا؟ يا رب تكونوا باحسن صحه واحسن حال. وحشتني كتير من الفيديو اللي فات. بصوا كده انا بدات اعلق الجربه زي ما انتم شايفين كده، علشان ان انا ابدا اخد. بس بالله عليكم اللي بيشوف قناتي لاول مره يشترك لي فيها ويفعل الجرس ويدوس على كلمه الكل، علشان احنا ننزل اوصل على طول. وبالله عليكم ما تنسوش الاعجاب والمشاهده، علشان بتخلي الفيديو يقترح، والاعجاب بيخلي الفيديو يتشاف. ولو يعني تكرمتوا كده تبقوا تشوفوا لنا الاعلانات عشان الارباح ترفع شويه، لان انتوا شايفين مشاهدات بسيطه خالص والارباح تعبانه خالص. فانتوا تشوفوا لنا بقى تحاولوا تشاهدوا لنا الاعلانات كده عشان فيديوهاتنا ارباحها تزيد. بصوا وقناتنا يا جماعه قناه ريفيه ومحتوى ريفي. اي حاجه بنقدمها في قناتنا فايده ريفيه، بتتكلم عن حياه اهل الريف والتراث القديم وجدتنا ازاي كانوا عايشين بقى، وشغل مع الكون والفرن طول الحاله بسيطه طبيعيه، حياه اهل زمان. فدي حياتنا الطبيعيه. طبعا انا ولا حاجه بحلب اللبن. انا اللبن لما باخدها في الجربه كده يا جماعه، انا مش باخد اللبن حليب. يعني مش بحلبها من المواشي كده اللي واجي خضار. اللي ينفع في المواضيع دي اللبن الجاموس، لان اللبن البقر بيكون خفيف. لبن البقر يكون خفيف. لو انا حاططه حليب في الجربه بيغلب جدا، ممكن تقعد نص يوم كامل تخض في الجربه يا طلعت زبده يا ما طلعتيش، طلعت حته صغيره كده. فعشان يكون القشطه ما تقعدش وقت، ممكن اخرها 10 دقايق، اخرها ربع ساعه عشان تطلع احلى زبده. فانت بقى انا باخد الحليب كده واروح اوديه الخضاضه. انت عارفين الخضاضه مكنه الخض بتاع زمان، اللي هي بيبقى عليها حله دي ونحط عليها شاشه وبتشتغل يدوي نلفها بالايد كده، ولها جنب كده بيطلع القشطه وجنب بيطلع الخليط. اللبن الخليط ده هو اللي بنعمله احنا، جبنه جريش اللي احنا بنخزنها في المش والمواضيع دي. اما الجنب اللي بيطلع القشطه هي دي القشطه اللي احنا بنجيبها نحطها في الجربه دي انا حطاها في التلاجة فتره الصيف دايما. ما بشيلش الجربه من التلاجة، حطاها في جردل بلاستيك وانا حطاها في التلاجة من تحت. بصوا فخر التلاجة من تحت كده، جايبه جردل بلاستيك كده وحاطه الجربه فيه وبحيكها وكل حاجه. وكل ما اخد واجي اجيب القشطه اكبها في الجربه واجي حاطه اخلي الجربه مكانها في التلاجة. اكب القشطه في الجربه واجي مخليه الجربه مكانها في التلاجة. فاهمني؟ اما اجي بقى لحد اليوم اللي هاخد فيه، طبعا انا خلاص قررت اخد في اليوم ده. انا قررت اخد النهارده، او قررت مثلا خلاص عرفت ان انا هاخد والقشطه اللي جوه الجربه مستحجيه خلاص الخض، هي خلاص كده مستحجيه الخض ماشي. باجي عامله بقى يا جماعه، باجي القشطه اللي انا جايباها وجايه من الخضاده كده بسيبها بعلبتها بالعلبه اللي انا جايباها فيها كده في التلاجة ماشي. واجي بقى جايبه الجربه واجي حطها كده في النصيبه دي ب3 رجول، زي ما انت رجول خشب احنا بنربطها على بعضها. بجيب 3 خشبات كده نربطهم بحبل من فوق ونعملهم كده ننصبها كده ونعلق فيها الجربه. بصوا بقى اعلق الجربه اقعد اخد فيها كده ما فيش 10 دقايق ربع ساعه وتطلع احلى زبده. بخليها في التلاجة لا، علشان بطلع الزبده زي زبده. انت عارفين زبده الشهر طوبه يا جماعه، اللي الناس كلها بتستنى شهر طوبه علشان تلم الزبده وتخزنها وتسيحها وتخزنها، عشان بتبقى ضمناها ان هي ولا فيها لبن ولا فيها ميه وكده. فالزبده اللي انا هطلعها حاليا النهارده دي زي زبده الشهر طوبه. يعني اي اللي شوفوا اكبر شهر حر في الصيف انا بطلع الزبده زي زبده الشهر طوبه، لاني انا بخليها في التلاجة. بخلي الجربه ذات نفسها في التلاجة بالجردل بتاعها في التلاجة من تحت. فبتطلع الزبده ما فيهاش لا لبن ولا ميه، والناشفه بسم الله ما شاء الله جاسيه، طالعه من الجربه كانها طوبه، طالعه من الجربه كده. انا بطلعها من الجربه بالعافيه من كتر ما هي جاسيه، طوبه كانها طوب كده في الجربه. فاهمني؟ زي نفس زبده شهر طوبه بالظبط. فانت بقى عشان تروح تشتري زبده من السوق، او انت هتجيبي زبده تسيحيها، فانت تحاولي تعرفي يعني انت تجيبي الزبده من حد معروف. شوفي من شخص معروف، حتى لو كان تاجر في السوق، بس انت تبقى عارفه الشخص ده بيقعد في السوق كذا مره وتبقي عارفه الحاجه بتاعتهم وكده. او الناس اللي هي بتخد ذات نفسها، فانت بتبقى عارفه حد معين. شوفي ولو انت بقى وكمان انت نويتي تجيبي كميه من الحاجه غاليه يا جماعه، تجيبي كميه زبده وتسيحيها، فانت ما تجيبيش الكميه مره، بتجيبي الاول نص كيلو زبده او كيلو زبده وتروحي في بيتك وتسيحيه وتضغيه وتسيحي
ولو تدوسي عليه كده وتحاولي تعصريه كده، لو نزل لبن منه يبقى دي في لبن. حاولي تعصر الحاجه كده وتعرفيها. بصي وتيجي بقى مسيحاه، وتيجي شايفه طلع منها في موجه كتيره، اللي بتاع تطلع المرجه دي ولا المرجه دي بتبقى كتيره، بتبقى كده هي فيها حامض، فاهمه؟ الزبده بتقل وانت بتسيحاها وتتبخر منها كتير، يبقى فيها ميه وتبخرت، والحجم بتاعها بيقل جدا بطريقه ملحوظه، يبقى فيها ميه وتبخر. شوفي انت بتعرف الحاجات دي، فانت خلاص تقرري بقى ان انت تجيبي من نوع الزبده ده. ما تشتريش الكميه كلها مثلا 10 كيلو 15 كيلو وتروحي تيجي تقول لا ده انا جايه اسيح زبده واعمل وانت مش ضامنه الزبده دي، فانت ممكن بنت خسرت فلوس كتيره وبعدين تندمي عليها. فانت تجيبي كميه بسيطه خالص، نص كيلو او كيلو بالكتير، وبعدين تروحي تجيبي بقى الكميه من الشخص نفسه اللي انت خدتي منه السمنه، جربتيها كتجربه وعرفت الزبده بتاعتك. فانت وانت في مكانك في السوق ده بتشوفي الزبده اللي تلاقيها زبده البقر الصفرا، احنا زبدتنا اصلا يا جماعه دي زبده بقري. الزبده البقري بتلاقيها عاطيه بصفار كده ولها ضي، كانها منوره من جوه، كانها زي النور كده من جوه، فهماني؟ وبتبقى لها لمعه حلوه، ما تبقاش مخشرفه ولا كده، ولا تلاقيها بيضه ومجيره، بيبقى فيها لبن. زبده الجاموس برضو لو كنتش تشتري زبده الجاموس بتلاقيها لها ضي اخضر، هي بيضه والضي اللي جوه عاطيه الضي خضار كده، فهماني؟ مخضره كده. دي زبده الجاموس. البقرة عاطية بلون صفار والجاموس عاطي بلون خضر كده، وتلاقيها لها ضي، لا بخشر، تلاقيها بيضة صد رد دي ومخشرفة كده وسادة كده، مفيهاش مش منورة كده، تعرفها ان هي فيها حامض، مليانة لبن زي اللبن اللي انت شايفاه في الحلة ده، شاربة لبن كده ومش مش طايبة، يعني مش طايبة على ابوها. شايفين الزبدة؟ بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد، صلى على النبي يا جماعه، بسم الله ما شاء الله. زبده يابس جاسيه اهي، شايفين؟ ادينا في شهر الصيف وانا بكعورها، طلعها من الجربه بكعورها اهي، وطبعا حاطه ميه ساقعه كده في الصينيه دي، فانا بطلعها عشان تتغسل من اللبن اللي فيها خالص، تبقى نظيفه كده وشكلها حلو. بعملها كور كده واحطها في الميه الساقعه كده في الصينيه زي ما انت شايفه كده. هي دي الزبده، وهي دي لون الزبده الاصيله الاصليه، واحلى زبده على فكره يا جماعه زبده الجربه دي، يعني بتبقى ما شاء الله عليها، بتكون مضمونه. يعني انا ما جربتش بصراحه زبده يعني في ناس بتجيب مكن وتعمل فيه الزبده، انا ما جربتهاش. انا مجربه بتاع الجربه ومجرباها مسيحاها وضيقاها وعارفاها، حلوه جدا جدا، ما فيهاش، ومضمونه جدا جدا. لا تقولي بقى زبده ولا جوده ولا نوع ما فيش احسن من النوع ده، اللي هو الفلاح اللي اصلا اللي مخطوط في الجربه، بيبقى مصفي جامد، يعني بتكون مصفي من كل حاجه، لو ميه ولا لبن فيه اصلا، بتكون حلوه جدا جدا اصلا. فبسم الله ما شاء الله. هجرب لكم الزبده على الكاميرا دلوقتي تشوفوا ضيها، لها ضي كده حلو، وتشوفوها عاطيه بصفار ان هي بقر يا جماعه. بسم الله ما شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. شايفين منوره كيف؟ تعرفها في السوق لما تلاقيها منوره بالطريقه دي، وتلاقيها لها ضي من جوه والشمس منوره جواها، سواء زبده الجاموس بتبقى عاطيه لون خضر كده، سواء بقر عاطيه لون بصفر كده ومنوره وحلوه جدا جدا زي الذهب كده. فدي الزبده الاصليه. شايفين بقى اللبن ده اللي هو طلع مع الجربه دي، اللي انا بعمل جبنه فوش يا جماعه. اللبن الخضيض اللي هو بيطلع في المكنه دي بيبقى جبنه جريش، بتحط بنحوشها في المش وكده. اما اللبن ده يطلع منه جبنه فوش، وهي الجبنه الناعمه الحلوه دي اللي بقى اللي ممكن تخرط عليها فلفل، ممكن تحطها كده في الصحن، تقطع عليها طماطم وتحط عليها زيت وتاكلها كده، بتبقى حلوه زي جبنه العلب كده، بتبقى ناعمه كده وحلوه وبيضه ولها طعم زي طعم الزبده، بتبقى حلوه يعني. كده احنا كنا خلصنا ولمينا المعين عشان ندعكه، بس انا مدعكتش معاكم المعين في الفيديو ده، لان عشان ما اطولش عليكم الفيديو المعين دعكته في الفيديو اللي نزل قبل كده، لان انا نزلت فيديو المعين وحدي، والفيديو وكنت يعني كنت هضيفهم على بعضيهم، بس قلت لا علشان ما يطولش، لا فيديو الجربه يطول ولا فيديو المعين عليه الجربه يبقى طويل. واترككم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مع الف سلامه.